اننا جبنا سيره الغوري، وبما اننا سيره المماليك ونهايه العصر المملوكي، ناخد فقره عن السلطان الاشرف طومان باي. طومان باي في ناس كتير قوي بتعتقد ان هو اتعدم هنا، لكن الحقيقه غير كده خالص. طومان باي اتعدم هنا في القبو ده المكان اللي اتعلق فيه طومان باي. وراجع كتاب بدائع الزهور لابن اياس. طومان باي كان محصور هنا، كان فيه متاريس تمنع دخول الناس من الطرف من ناحيتين، لكن اللي موجود جوه القاهره شايف مشهد الاعدام، واللي موجود بره شايف مشهد الاعدام. وطبعا كان فيه عساكر كتير قوي 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 واقفه. طومان باي يحكى ان هو لما كان جايبينه من السجن ورايح يقابل، كان رايح يقابل السلطان سليم الاول، ما كانش يعرف ان هو رايح يعدم. طومان باي لاخر لحظه كان عنده عشم يحقق التفاوض مع سليم الاول ويتعين والي عثماني على حكم مصر. في ناس بتعتقد العكس، لا، سواء بقى ان هو هيبقى والي او يبقى سلطان، المهم ان هو اتفق او كان عنده امل ان هو يتفق مع سليم الاول ان انا هحكم مصر نيابه عنك. طبعا جنبرد الغزالي وخير بيه ويونس باشا، الشله اللي كانت حوالين سليم الاول اقنعته بضروره التخلص من طومان باي، نظرا لانه خطر عليهم هم، فبالتالي كانت ضروره او مهمه التخلص منه لاخر لحظه. طبعا المشهد ما كانش فيه حته ان يبقى فيه زي برضو ما بنتكلم في التمثيليات اللي نلاقي السلطان فلان ماشي بشعره عريان ومش عارف ايه، الكلام ده ما كانش بيحصل يا حضرات. طومان باي طلع على السلم وقعد يقرا الفاتحه، والناس عماله زعلانه عليه، علقوا الحبل. طبعا طومان باي كان طول بعرض، مع احترامي التام للفنان خالد النبوي، طومان باي كان طول بعرض. المثال او الممثل الوحيد اللي مثل او جسد شخصيه طومان باي صح الفنان رياض الخولي، ربنا يديله الصحه، لان هو كان طويل وضخم، جسمه مليان، مملوك يا حضرات. مفيش مملوك او الغوري نفسه صفته شكل رياض الخولي دلوقتي. يعني رياض الخولي وهو صغير في مسلسل الزيني بركات كان فعلا شكله يقارب لشكل طومان باي، ولما كبر دلوقتي الطول بالعرض ولما مؤاخذه البطن الكبيره بالظبط، ده القنصوه الغوري. الجسم الطويل والقوه ربنا يديله الصحه. طبعا الهيئه او الشكل ده هو الملائم فعلا لطومان باي، والا ما كانش حبل المشنقه اتقطع. لما علقوا المشنقه للسلطان عشان ضغط فخدته الحبل اتقطع، خده ونزل. طب بالله عليكم لو هو طبعا بحجم الفنان خالد النبوي هيتقطع بالعقل وما كانش اي حبل، كان هنا. المهم طلعوه وقالوا دي بشاره وربنا هينجيه. هو شرعا او لما تيجي تعدم حد والحبل اتقطع المفروض ما تكملش خلاص، لكن برضو الاصرار راحوا معلقينه تاني، الحبل اتقطع تاني، الحبل اتقطع مرتين. فانا عايزك تتخيل هيصه الناس هنا وهنا وهي فرحانه ربنا نجى طومان باي اللي بقاله كام شهر بيحارب معانا وقاعد معانا وبياكل وبيشرب معانا. الراجل كان محبوب على فكره، كان في سلبيات او ايجابيات مش بتاعتنا، ولكن الراجل كان محبوب. المهم راحوا مطلعين وهم بيجهزوا الحبل في المره الثالثه، قال للناس اقروا الفاتحه 3 مرات، او هو قالها 3 مرات الى اخره. وبعدين بص للراجل المشعلي اللي هو الناس الفرقه المختصه بتنفيذ عقوبه الاعدام، بص له وقال له ايه، شوف شغلك او كمل شغلك او الى اخره، لحد ما نفذوا عقوبه الاعدام واعدموا. الى هنا نيجي حته المسيره او الجنازه. لم يتم عمل جنازه بالمعنى اللي احنا عارفينه. عشان تعمل جنازه لسلطان يعمل جنازه لسلطان ده غير صحيح.
ولكن اللي حصل ان هم خدوه بالليل ودفنوه في الحوش اللي ورا قبه الغوري. طومان بيه ما اتدفنش جوه قبه الغوري، اتدفن في الحوش اللي وراها اللي هي الحته الواسعه اللي ورا. لغايه هنا خلص الكلام. هنبتدي بقى نخش على جامع المعيد شيخ.